ايه ده؟ بابا، مع كتبي على السفرة. انت كنت فين يا استاذ؟ انا كنت بذاكر مع اصحابي. بتذاكر؟ انت كنت قاعد مع سهام في الكافيه. انت عرفت منين؟ انت ما اخدتش الملازم وانت نازل من البيت، وفي على شنبك بواقي نسكافيه ناشف، ايدك اليمين عرقانه مكان ما كنت ماسك ايديها، ثانية البنطلون مكان ما كنت قاعد على الكرسي، وتليفونك لما رن وانت نازل قلت ايوه يا سهام. كنت فاكرني مش واخد بالي عشان بتفرج على الماتش. وانا قاعد مع المحقق كونان. كونان مين يا استاذ بالطول ده؟ انا مش اقل من شارلوك هولمز. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خير بشارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجه غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرموش؟ وانا عجباني انا مش قاعد وهدولكوا في نوع غيري. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل جديد. بابا، مع كتبي على السفرة. تافي. انت مش مرتبط اصلا. فيها مكان على الخريطة، وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد. قصص شيرلوك هولمز كتيرة، والشخصية نفسها مشهورة جدا ويعرفها الصغير والكبير، وساعات بيضربوا بيها المثل. انت فاكرني شارلوك هولمز؟ وكاتبها السير آرثر كونان دويل ما كانش بخيل في حكاياته. يمكن اللي بيميز المحقق ده انه عنده موهبة فطرية في الملاحظة، او بمعنى اصح في جمع الدلائل من الملاحظة. كان دايما اللي بيشوفه بيسأل الناس شايفينه ولا لأ، وهم فعلا شايفينه لكن مش مجمعين العلاقة ما بينهم زيه. مثلا واحد فيه شوية تراب على كتفه وشعره منعكش وعنده هالات سوداء، هو بعبقريته بيربط كل ده ببعضه، فيبقى الشخص ده متشرد والتراب على كتفه من نومته في الشارع، وشعره المنعكش ده علشان ما بيبصش في مرايه ولا مع حاجه بيسرح بيها شعره، والهالات السوداء بسبب انه مش بينام كويس علشان اصوات الشارع. ده مثال في المتعة مش في الحادثة، مع ان حبكتها بتبقى جميلة وصادمة كل مرة، لكن كمان في التفاصيل اللي بنشوفها بعيون شيرلوك هولمز فبتبقى ممتعة. هناخد النهاردة مثال ل6 قصص من حكايات شيرلوك هولمز. القصة الأولى، دكتور واتسون بيحكي عن هولمز شريكه والست اللي فاقته ذكاء، إرلين إدلر. بيتكلم عن حياتهم سوا اللي انتهت بعد ما واتسون اتجوز. راح يزوره عشان يعرف تفاصيل صغيرة عن أحواله من غير ما يتكلم. رجع للطب بسبب تانية الجاكيت مكان السماعات، المطر اللي كان بيعاني منها وهو جاي عشان الوحل في جسمته، وهكذا. بيوريه رسالة بيقراها مكتوب فيها هيجي راجل طويل بقناع لزيارتك، أرجوك ساعده. يدخل الراجل ويكلمهم ان عاوز هولمز في مشكله كبيره، ودي ممكن تسبب فضيحه كامله للاسره المالكه في بوهيما. هولمز بيعرف ان اللي ورا القناع هو الملك، وفعلا بيطلع الملك وبيشيل القناع وبيقول له انه كان على علاقه غراميه بواحده اسمها إيرين إدلر، وانه هيتجوز، لكنها رافضه ده وهددته هتبعت جواباته الغراميه لعيله خطيبته. ممكن يقول ان الجوابات مزيفه، لكن معاها ليه صوره ليهم سوا. حاول يلاقيها لكن معرفش، وهي مش عايزه فلوس، ولو اعلن خطوبته وده اللي المفروض يحصل بعد 3 ايام هتبعت الصوره والجوابات ليهم. بيقول له الملك انها نازله في فندق هنا، وبيطلب شيرلوك هولمز من واتسون ان يعدي عليه بكره، ولما بيجي بيقابله بيقول له شيرلوك هولمز انه راقب إيرين إدلر ولقاها راحت الكنيسه مع شخص اسمه جودفري نورتون، وانهم قصدوه وهو متنكر انه يكون شاهد على جوازه، وبيطلب منه ان ياخد قنبله دخان ويرميها في بهو الفندق الساعه 7 ويصرخ ويقول حريقه، ويستنى في اخر الشارع. حصلت خناقه قدام إدلر وواحد انقذها منها واتعور، والخدم خدوه على اوضتها. فتح الشباك، ده كان هولمز بس متنكر، ورمى واتسون القنبله، صرخ حريقه والدنيا اتدربكت، ولقى هولمز بيصرخ بصوت عالي ان ده انذار كاذب، وخرج وقال لواتسون لما قابله ان عرف مكان الصوره. لما الست حست ان في حريقه جريت على خزنه مستخبيه جوه الحيط. دلوقتي يكلموا الملك ويروحوا يجيبوا الصوره بكره. تاني يوم راحوا وما كانش في حد في الاوضه، والخدم كانوا متوقعين ضيف
اسمه شيرلوك هولمز. فتحوا الخزنه ولقوا صوره لايرين ادلر ورساله كاتبه فيها انها كانت متوقعه ان الملك هيطلب مساعدته وانه خلاص كان هيخدعها بتنكره، لكنها فهمت كل حاجه وشكرته انه كان شاهد جوازها زي ما هي كانت عايزه، وبتطمن الملك انها مش هتستخدم الصوره بس هتخليها معاها عشان تحمي جوازها من الملك علشان ما ينتقمش منها. وشيرلوك هولمز بيتصدم من الست اللي قدرت تتوقعه. القصه الثانيه رابطه الشعر الاحمر. واحد فتح محل والمساعد بتاعه بيشوف اعلان ان رابطه الشعر الاحمر عايزه موظف. بيتقدم صاحب المحل للشغل اللي لون شعره احمر وبيتوظف عشان يقعد من الصبح للعصر تقريبا بينقل كلمات القاموس. بعد فتره اختفت الرابطه وطلب من شيرلوك هولمز انه يدور عليها. بيحقق في الموضوع وبيعرف ان مفيش رابطه ولا حاجه. المساعد بتاعه كان محتاج عدم وجود صاحب المحل في الوقت ده عشان كان بيحفر نفق تحت المحل لحد البنك اللي في الناحيه الثانيه عشان يسرقه. وبيكتشف هولمز الموضوع وبيتقبض عليه. تفاصيل زي الطينه على رجل المساعد وصوت العصايه وهو ماشي في الشارع اللي اكد له وجود تجويف تحتيه، هو ده اللي باين له الجريمه. القصه الثالثه واحد اتجمع حواليه حراميه وسرقوا الوزه. الضابط جاب الوزه بس مش لاقي الراجل وجه لشيرلوك هولمز عشان يعرف مين هو ويسلمه الوزه المذبوحه قبل ما تبوظ. قرر شيرلوك ان هو ياكلها ويجيب واحده تانية لو لقى الراجل، بس لقى جواه حجر عقيق ازرق كان مسروق من 5 أيام من أميرة. وبعد بحث وتحريات بيعرف إن خادم الكونتيسة هو اللي سرقها وحطها في الوزة علشان محدش يكتشف سره. واتحلت القضية. شاف حاجات زي حجم الوزة يوم شراها والطاقية اللي لقوها جنبها وضحت له مين الشخص اللي بيدور عليه. القصة الرابعة بنت جت قالت له إن أختها اتقتلت ومش عارفين يوصلوا للقاتل عشان خلاص كانت هتتجوز وجوز أمها هو الوصي، وإن وصية الأم بتقول إن هما هياخدوا ميراثهم من الأم لما يتجوزوا، وهي خلاص اتخطبت وهتتجوز وخايفة تتقتل زي أختها وعارفة ان جوز امها هو القاتل بس مفيش اي دليل عليه. بيروح شيرلوك هولمز للقصر وبيشوف اوضه البنت وبيعرف ازاي بيتم ارتكاب الجريمه عن طريق عض التعبان ما بيبانش اثر السم بتاعه في الجسم، طريقه سحريه محدش يقدر ياخد باله منها. اما بيكتشف شيرلوك هولمز الطريقه دي وبيهاجم التعبان بيروح يعض جوز الام وبيموت عشان ياخد جزاؤه. ان المجرم عايش في الهند وانه كان جايب حيوانات معاه وانه طبيب، وكمان السرير المتثبت تحت فتحه التهويه لسه معموله عرفته سلاح الجريمه وطريقه تنفيذها ازاي. القصه الخامسه اتجمع فيها شيرلوك هولمز مع اخوه مايكرو عشان واتسون يكتشف ان الاثنين عندهم نفس موهبه الملاحظه، بس اخو شيرلوك هولمز ما بيحبش يوجع دماغه فما بيحبش يشتغل بيها، بس بيقول له على صديق يوناني بيترجم اتطلب منه يترجم محدث. ولما راح متغمي مش عارف هو رايح فين اكتشف انه بيترجم لواحد شكله مخطوف عشان تقريبا ورث لاخته. بيوصف الحادث لشيرلوك هولمز اللي بيحقق في الموضوع لحد ما يوصلوا للمخطوف اللي محبوس علشان كانوا عايزينه يتنازل عن ورث اخته عشان التاني يتجوزها وياخد الفلوس، لكن ما بيقدرش وبيهرب. بس بيلاقوا خبر موته في الجورنان ان هو مات في خناقه في الشارع، وشيرلوك هولمز بيقول ان اكيد الاخت ليها يد عشان تنتقم من موت اخوها. الاسم اليوناني والعلاقات وشهاده المترجم عرفته المكان اللي يدور فيه ويلاقي المخطوف ويفهم سبب خطأه. السادسه بقى بتحكي عن واحد بيكسر تماثيل نابليون ملهاش لازمه من الجبس. الموضوع كان ملفت لشيرلوك هولمز اللي دور ورا الموضوع وعرف انه بيكسر تماثيل معينه ضمن نسخه من 6 تماثيل نصفيه لنابليون، وبيجمع الادله لحد ما بيقبض عليه وهو بيكسر التمثال الخامس. وبيطلب شيرلوك هولمز التمثال السادس وبنكتشف ان جواه لؤلؤه. اللؤلؤه دي كانت سرقت من كونتيسة وما كانوش عارفين يلاقوها. وبيكشف كل شركاء المجرم طريقه تكسير التمثال في حته فيها نور واستهداف الكوليكشن ده واسمه وعلاقته بالمتهمه الاصليه في سرقه اللؤلؤه. كشفت ليه كل حاجه. بس كده قصص شيرلوك هولمز صفحاتها ما تتعداش صوابع الايد، ممكن تقراها في وقت قصير جدا وهتستمتع بالتفاصيل وطريقه سردها، وهتحب واتسون وهتقدر انبهاره بشيرلوك هولمز وهتنبهر من شيرلوك هولمز وتتعصب من طريقته وهتتمنى تشوفه في يوم من الايام، لكن ما تقعش تحت ايده علشان ما يفضحكش. حاولوا تقروها، لو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.